الفيس تايم يزن من الكويت. مساء الخير يزن. مساء النور عريج، وتحية كبيرة للكابتن جواد. أهلا وسهلا فيك يزن، زمان عنك اشتقنا لك. أنا بلك. تفضل يزن، أخبرنا أكثر عن تصفيات أوروبا 2020. هي البطولة الأوروبية بالنسبة للجماهير هي البطولة رقم 1 والأقوى، هي بطولة كأس اليورو 2020. التصفيات التي جمعت بين كريستيانو رونالدو والمنتخب البرتغالي من جديد بعد أن غاب الدون ل8 أشهر على معسكر المنتخب البرتغالي من دور ال16 في كأس العالم 2018. هو عاد من جديد للتصفيات من أجل أن يقود منتخب البرتغال في مباراته الليلة أمام المنتخب الأوكراني في قمة مرتقبة بالنسبة لأبناء البرتغال. هي مباريات كبيرة جدا تجمع أقوى المنتخبات الأوروبية بعد عودة المنتخب الألماني من جديد بعد فضيحته الكروية في كأس العالم 2018 وخسارته أمام المنتخب الشمشون الكوري الجنوبي. هو عاد وأمام صربيا أمس تعادل بنتيجة هدف مقابل هدف، والآن يوم الأحد سوف يلعب أمام المنتخب الهولندي. هولندا التي فازت على بيلاروسيا برباعية نظيفة تنافس المنتخب الألماني على صدارة المجموعة التي سوف تكون هناك منافسة كبيرة بعد أن فشل المنتخب البرتقالي بالتأهل إلى بطولة كأس اليورو 2016 التي فازت فيها المنتخب البرتغالي. منتخب فرنسا الديك الفرنسي الذي حقق بطولة كأس العالم، المنتخب الكلاسيكي الأول أو بطل العالم لعام 2018، هو ينافس مولدوفا الليلة في 11 إلا ربع في هذه المباراة الكبيرة جدا لأصدقاء غريزمان وأيضا لأولاد ديشامب. هل يفعلها ديشامب ويفوز ببطولة كأس اليورو كلاعب ومدرب، كما فاز أيضا ببطولة كأس العالم 2018 وهو فائز فيها في الجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي في عام 1998. منافسة على أشدها أيضا للمنتخب الإيطالي الذي فشل أيضا بالتأهل لكأس العالم 2018. الآن منافسة جديدة تعني أن الطليان لديهم منافسة كبيرة أمام المنافسين من أجل التأهل إلى بطولة كأس اليورو 2020. هي منافسة كبيرة من أجل أن يكون واحدا منها بطلا لأوروبا. 55 فريقا يتنافسون في هذه التصفيات، 20 منتخب سوف يتأهلون و4 منتخبات سوف تكون عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي أقيمت في عام 2019 والتي تعرفنا على المنافسين الذين سوف يكونون فيها. بالنهاية هي البطولة الأولى بالنسبة لجميع الجماهير الأوروبية وأيضا المفضلة في القارة الأوروبية العجوز. يزن يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. لكن سؤال يعني وكثر يسألوك عن صراحة واحدة منهم، إذا أنت تحفظ أو تقرأ؟ أنا يعني دائما اتجاهي أقرأ كثيرا لكن لا الشيء الذي سوف يخرج طبعا أنا لا أعرف ما الذي سوف أقوله الآن. يعني أنت لا تقرأ من ورقة الآن؟ لا. ما شاء الله عليك. أريد أن أصور لك لا صادق. شكرا جزيلا لك يا زلمة. في الارتجال في هذا السن الصغير، برافو عليك، برافو صراحة. تحياتنا لك يزن، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا بفقرة بمسابقة معلقي الو بي ان هناك العديد من المشاركات، بناء على ذلك سنتابع الآن الجزء الثالث لهذه الليلة من مسابقة